أهلا يا أساطير، النهاردة معانا أنمي جميل جدا، وإن شاء الله الأنمي هيعجبكم. ويلا نبدأ الأنمي. في كل الأزمان بتتولد الأبطال، والأبطال هم مجموعة من البشر هدفهم يقضوا على الشر في العالم، وبيخلصوا على المأساة اللي الناس بتعاني منها، ويخرجوا مكانها طموح وأمل جديد. إلا إن نهاية كل بطل دائما بتكون عكس المتوقع، فجزء من الأبطال بيتخانوا من أقرب الناس ليهم، وجزء تاني بيقعوا في فخ عدو ذكي بيقضي عليهم. والأبطال مش بيقفوا غير وهم في عز قوتهم، ووقتها بيكونوا متصورين إن مفيش حد هيقدر يقضي عليهم. والناس اللي بتخاف من قوتهم المفرطة دي ساعات بيبعدوا عنهم، وساعات بيطردوهم. وفي نفس الوقت ده البطل بيحارب علشانهم وبيواجه الموت في كل دقيقة. وبالرغم من كده بيفضل البطل يحارب ومش بيستسلم علشان ينقذ حياة الناس على حساب قلبه. وبيصحى ألين من النوم على صوت أخوه الصغير، وبنتفاجئ إن أخوه بيعامله بطريقة وحشة وبيهزقه، وبيقوله إن أبوه غلطان وقلبه طيب علشان بيعامله كويس والمفروض يرميه في الشارع. وبيطلب منه يصحى ويجهز نفسه بسرعة علشان أبوه عايزه. وبيضحك أخو ألين وبيقوله إن أبوه هيخلص الموضوع ده كله النهاردة. بعدها بيروح ألين يكلم أبوه، وبنعرف إن ألين اتولد في عائلة ويست من 15 سنة، والعائلة دي هم حكام المدينة. وبالرغم من كده مستوى ألين مرتفعش وفضل واقف عند المستوى الأول. والأسوأ من كده إنه في الحفلة اللي اتعملت من كام يوم مفيش حد من حكماء المدينة رضى يساعده. وفي التوقيت ده الحكماء بيساعدوا الأطفال عشان يبقوا أقوى، لكن محدش رضى يساعد ألين. علشان كده أبوه بيقوله انت عار على العائلة وفاشل، وعمرك ما هتقدر تشرف اسم العائلة أبدا. علشان كده بيقرر أبوه يطرده من العائلة، وبيطرده من عائلة ويست للأبد. وبيخرج ألين من القصر وبيبان عليه إنه فرحان علشان خلاص بقى حر وخارج من القصر. بيقرر يدور على السلام اللي طول عمره بيدور عليه من هو صغير. وبيتجه ألين ناحية المناطق الحدودية في شرق المدينة، وهناك هيقدر يعيش حياته في سلام، ومحدش هيخاف منه ولا هيفكر يأذيه. وبيمشي ألين مسافة طويلة لحد ما بيوصل لنقطة بيحس إن هي دي المكان المناسب اللي يقدر يعيش فيه. وفجأة بيشوف قدامه مجموعة كلاب بيحاربوا في بنت معاها سيف ودرع، لكن الكلاب دي بتكون مصنوعة من الحجارة، وكل ما البنت بتضربهم وتكسرهم يرجعوا ويتشكلوا في صورة كلب ويهجموا عليها تاني. فبتعرف ان الحرب معاهم مستحيلة. وبنعرف ان البنت اسمها بياتريس، واختها الصغيرة ليزا بتنده عليها، فبتأمرها بياتريس تهرب بسرعة قبل ما الكلاب توصل لها. لكن ليزا بترفض تهرب، بتقول لها بياتريس لازم تهربي علشان تعملي الدور المطلوب منك. وبيشوفهم ألين بعينه السحرية، وبيعرف ان ليزا هي الأميرة الأولى لمملكة أودست. فبيسأل نفسه هي بتعمل ايه في مكان زي ده. وبيفتكر ألين ذكرياته مع ليزا لما كانوا صغيرين وقاعدين في حفلة، وليزا سمعت واحد بيتريق على ألين وبيقول إنه ضعيف ومش هيقدر يمسك منصب الملك بعد أبوه. فبتدافع ليزا عنه وبتقول للراجل إنه مش فاشل ولازم يتكلم عنه بأسلوب أحسن من كده. وألين بيكون معاهد نفسه إنه مش هيستخدم قوته الحقيقية ضد حد، لكن لو حد اتعرض للأذى فلازم يدافع عنه بنفسه. وبنشوف بياتريس بعد ما الكلب الضخم هجم عليها ووقعت على الأرض، فبيسترجع ألين قوته وبيهاجم على الكلب وبيخلص عليه واحد ورا التاني. لكن بياتريس بتتعور جامد وبتنزف كمية دم كبيرة، وبتحس إنها خلاص قربت تموت. فبيروح لها ألين وبيوقف النزيف وبيعالجها بتعويذة الشفاء.
وبتستغرب ليزا إن ألين قوي بالدرجة دي، فمش بيقول لهم إن القوة دي كانت جواه طول الوقت وهو رافض يظهرها. وبيسألها ألين وبيقول لها المفروض أنت أميرة المدينة، إيه اللي جابك المنطقة الحدودية؟ فبتقول له ليزا إنها من كام يوم جالها إلهام إن في حاجة غريبة بتحصل في الحدود، فخدت بياتريس ومشوا ناحية قرية كلون، والكلاب هجمت عليهم ولولا ألين أنقذهم كان زمانهم في عداد الأموات. وبتعيد عليه ليزا السؤال وبتقول له انت بتعمل ايه في الحدود؟ فبيقف ألين وبيقول لها ده مكان مش مناسب نتكلم فيه. فبتقول له ان العربية بتاعتهم اتكسرت، لكن ألين بيستخدم تعويذة تانية بيصلح بيها العربية. في العربية بيحكي لها ألين انه انطرد من القصر الملكي، ويقول لها المفروض دلوقتي تخافي مني علشان ماشي في المملكة ومعايا قوة كبيرة. وبتصدق على كلامه بياتريس وبتقول له المفروض نرجعه قصر ويست علشان أمان المملكة، لكن ليزا بتقول لها إن مصلحة صاحبها أهم من مصلحة المملكة، بالرغم إن ده غلط والمفروض ما تعملهوش باعتبارها الأميرة. وبالليل بيوصلوا لقرية كلوم وبيلاحظوا إن المدينة فاضية وما فيهاش حد، فبتشك ليزا إن في وحوش هجمت المدينة وقضوا على الناس اللي كانوا عايشين فيها، لكن ألين بيقول لها إنه مش شايف أي آثار لوحوش في المكان. وبتستغرب بياتريس إن من ساعة ما مشى معاهم في الطريق ومفيش ولا وحش هجم عليهم. فبتقول لها ليزا إن أكيد حد من المغامرين هجم على الوحوش وقضى عليهم، وبيتوقع ألين إنهم ممكن يكونوا خايفين من حاجة ومستخبيين منها. وفجأة بيشوفوا مجموعة من أهل القرية متجمعين حوالين بيت معين، وصاحب البيت بيطرد بنت من البيت وبيقول لها إنه فقد الأمل فيها. وأول لما بيوصل للبيت ليزا بتعرف البنت اللي اتطردته، بتقول لها أكيد أنتي أكير أو النور. وبتفتكر ليزا لما راح لها القصر الملكي وخدته في جولة حوالين القصر، فبتفتكرها أكير وبتقول لها إن ذاكرتها ضعيفة. لكن ألين ما بيفهمش ليزا، قالت له اسمك النور ليه؟ فبتقول له بياتريس إن هبة الشجاعة اللي الحكماء بيدوها لحد بس بياخدها في كل جيل، ودي بتدي قوة 1000 محارب واللي بياخدها بيبقى بطل. وأكيرا كازار هي بطلة الجيل الحالي وهي اللي معاها هبة الشجاعة، وبيروحوا بعدها يتعشوا. بتحكي لهم أكير إنها بتقضي حياتها بتمشي في البلاد لحد ما وصلت جنب القرية وشافت طفلة خايفة وبتجري في الغابة. ولما سألت الطفلة خايفة ليه، قالت لها إن شيخ القرية هيقدمها قربان للتنين اللي عايش في الجبل علشان ما يهجمش عليهم ويدمرهم. ولما راحت تقابل شيخ القرية طردها من البيت زي ما شافوها. فبتسألها ليزا لو القرية بتقدم قرابين للتنين علشان ما يخلصش عليهم، لكن أكيرا بتقول لها لا، بيقدموا له قرابين علشان يحميهم من الوحوش اللي بتهجم عليهم. علشان كده أكيرا قررت تخبي الطفلة في كهف جوه الجبل لحد ما تشوف هيعملوا معاها ايه. وبعد العشاء بتتوقف أكيرا وبتقول لهم كده مفيش قدامي حل غير إني أروح وأخلص على التنين اللي في الجبل علشان أحمي حياة الطفلة الصغيرة. بتقول لهم لو عايزين تيجوا معايا مش هقدر أمنعكم. فبيقرروا يروحوا مع أكيرا علشان يحموا الطفلة الصغيرة ويجمعوا قوتهم ويخلصوا على التنين. ولما بيوصلوا لنقطة قريبة من الجبل بتقعد أكيرا في الأرض علشان تعمل خطة يهجموا بيها على التنين. والخطة إن أكيرا هتاخد الطريق اللي بيطلع للقمة، وهم هياخدوا طريق جانبي ويطلعوا الجبل من ورا، وبكده يقدروا يحصروا التنين في النص ويخلصوا عليه. فبيعرض عليها ألين إن هو اللي يطلع في الطريق المباشر ويواجه التنين، لكن أكيرا بترفض وبتقوله أنت عايز تعمل كده عشان تخلص عليه لوحدك. فبيقول لها أنت بتبالغي في تقدير قوتي، لكن أكيرا بتعرف إن عنده قوة استثنائية وبتطلب منه يدخل معاها مواجهة بعد ما يخلصوا على التنين. وفي الطريق بيتكلم ألين مع ليزا وبياتريس وبيقول لهم إنه شاكك في عائلة إنهم عاملين اتفاقية مع التنين ده علشان يحمي الحدود. في الأغلب هم بنوا قرية كلوم علشان تقديم القرابين طول الوقت للتنين،
وبتوصل أكيرا للتنين الأول وفجأة بيهجم عليها من قبل ما تتكلم وبيطلع نار من بقه. فبتهجم عليه أكيرا بقوة البرق، لكن للأسف الضربة مش بتأثر فيه. وفجأة بتشوف الطفلة الصغيرة والتنين خاطفها وبيقول لها إنه مش بيدور على القرابين، لكن هو اللي ساب الطفلة تهرب علشان يشوف مين البطل اللي هيدافع عنها ويجي يحاربه. فبتتعصب أكيرا وبتستخدم قوة أكبر وبتهجم على التنين وبتضربه، وبتكون متوقعة إن الضربة دي اللي هتخلص عليه، لكن للأسف الضربة دي كمان ما بتأثرش فيه. وبيضحك التنين وبيقول لها دي أقصى قوة عندك، وبيضربها ضربة واحدة بيوقعها على الأرض. وبيستعد التنين علشان يطلع نار من بقه ويولع في أكيرا، لكن في اللحظة دي بيوصل ألين وبيهجم على التنين بالسيف وبيقطع له جناحه. وبيروح يلحق أكيرا وبيقول لها إنه كان مستني اللحظة المناسبة اللي يهجم فيها. بعدها بيكلم التنين وبيقول له كنت سامعك بتقول كلام أكبر من كده وبتتكلم ببجاحة، علشان كده جيت أعرفك مقامك الحقيقي. فبيهجم عليه التنين، لكن ألين بيضربه بالسيف في صدره وبيعوره. وبيستغرب التنين إن حد من البشر قدر يعوره، ودي أول مرة تحصل له في حياته. فبيستخدم حيلة وبيجري ناحية الطفلة وبيقول له لو خلصت عليا هخلص عليها، لكن ألين بيستجمع قوته وبيهجم عليه وبيدخل السيف في قلبه وبيقضي عليه. بيلاحظ ألين إن اللي عمله ده عكس اللي كان ناوي يعمله، في إنه يدور على السلام وما يدخلش في مشاكل مع حد في العالم، لكن بيقتنع إنه لو حارب علشان ينقذ حياة حد بريء فده يستحق إنه يضحي بأهدافه علشانها. وتاني يوم بيصحى ألين من النوم فبيلاقي بياتريس وأكيرا بيتمرنوا على الفنون القتالية مع بعض، وبتعتذر له ليزا على السر اللي كانت مخبية عنه. فبيفتكر ألين لما ليزا قدرت تستخدم تعويذة العلاج علشان تعالج جراح أكيرا امبارح، وبنعرف ان في اشاعات منتشرة عن بنت بتلف على البلاد وبتعالج الفقراء من غير فلوس، والبنت دي هي الاميرة ليزا. بعدها بيستعدوا علشان يمشوا وبترفض اكيرا تركب معاهم العربية وبتقول لهم انها بتفضل تمشي على رجليها، وكمان هتاخد معاها البنت اللي انقذتها علشان اتعلقت بيها وما عندهاش اسرة تحميها. وبتعتذر اكيرا لألين على سيفه اللي اتكسر وهو بيحارب التنين، وبتقول له ان المفروض هي اللي كانت تهزم التنين مكانه، لكن إلين بيقول لها ما تعتذريش، ولولا انك عرفتي قصة الطفلة ما كناش قدرنا ننقذها. في الناحية التانية بنشوف ابو إلين وهو بيسمع خبر ان التنين الاحمر مات، والخطة اللي كانوا حاطينها هي انهم يرموا طعم للبطل ويخلوه يروح للتنين الاحمر ويخلوا التنين الاحمر يخلص عليه. والمرسال بيقول له ان ليزا ساعدته في انه يخلص على التنين الاحمر. وبنشوف اخو ألين الصغير واسمه بريت هو اللي عمل الكلاب الحجارة اللي هجمت على ليزا وبياتريس، وبيكون مستغرب ازاي الكلاب ما قدرتش تخلص عليهم، وبيوعدوا ابوه انه في المرة الجاية هيبعت لهم قطيع كبير من الكلاب تقضي عليهم. لكن الملك بيطلب منه يهدأ علشان المواد السحرية اللي معاهم ضعفت بعد ما التنين الأحمر مات. فبيتعصب بريت وبيقول له كده ليزا هتهرب هي والبطل، لكن الملك بيطمنه انهم طالما جوه الحدود هيقدروا يخلصوا عليهم في اي وقت، وبيطلب من المرسال يعرف مكانهم ويخلص عليهم في اسرع وقت. وبيقول لها انت ازاي مصاحبة حدادة؟ فبتقول له انها صاحبتها عايشة في مدينة جرالهم وهتقدر تصنع له سيف جديد بدل اللي اتكسر. وتاني يوم بيوصلوا لمدينة جرالهم وبيتفاجئ ألين إنها منطقة حيوية وفيها سكان كتير رغم إنها على الحدود. فبتقول له بياتريس إن المغامرين والتجار والمسافرين بيجوا المدينة كتير علشان قريبة من الحدود، وبيمشوا في المدينة لحد ما بيوصلوا لبيت نايل صاحبة ليزا، لكن بياتريس بتستغرب إنها مش سامعة صوت الحديد، خاصة إن نويل ما بتعملش حاجة طول عمرها غير إنها بتشتغل. فبيلاحظ ألين إن الباب مفتوح، لما بيدخلوا بيتفاجئوا بكمية سيوف كتيرة أحسن من السيف بتاعه. وفجأة بيسمعوا صوت ليزا بتصرخ وبتشاور لهم ناحية نايل وهي واقعة على الأرض ومغمى عليها، لكن بياتريس مش بتتوتر وبتروح تقومها علشان عارفة إنها مغمى عليها من التعب. وبتصحى نايل وبتعرف إن ليزا عايزاها تصنع سيف لألين. في الأول بترفض علشان وراها شغل كتير،
لكن لما بتشوف سيف ألين المكسور بتعرف إنه مستهلك للنهاية، ومفيش حد هيقدر يعمل كده إلا لو كان قوي جدا. فبتوافق تعمل له سيف، وبتسأله لو هيقدر يحارب بسيف محدش يقدر يمسكه غير بطل، ولازم تكون قوته كبيرة علشان يقدر يحارب بالسيف ده. وبعد ما يوافق ألين بتطلعهم نويل برا البيت علشان تركز في شغلها، وبيخرجوا يتمشوا في الغابة. فبتشوفهم بنت واقفة فوق الشجر وبتروح تبلغ مرسال الملك، ولما بتوصل معلومات للمرسال بيستغرب ان الأميرة معاها حارسين، والأخبار بتقول انها المفروض يكون معاها حارس واحد. فبيقرر يعمل تحريات اكتر علشان يعرف مين الحارس التاني اللي مع الأميرة. وبيروح ألين ومع ليزا وبياتريس ويستريحوا في بيت من بيوت المدينة. فبيقول لهم ألين انه اخد حاجات من التنين وهيروح يبيعها في نقابة المغامرين علشان مش معاه فلوس. وليزا وبياتريس بيقولوا له هننزل نتمشى في المدينة شوية. وبيروح ألين لنقابة المغامرين وبيعرض الحاجات اللي معاه، وأول ما البنت اللي هناك بتشوفها بتنبهر وبتروح توريها لرئيسها. وبنشوف مرسال الملك والبنت اللي شغالة معاه وهم واقفين جنب ألين، وبيفتح كلام مع ألين وبيقول له ان اسمه هوريس، وبيطلب منه يعرف معلومات اكتر عن التنين اللي خلص عليه. وبيسأله هوريس لو قدر يخلص على التنين لوحده ولا البطلة كانت معاه. فبيضحك ألين وبيقول له انت عندك قوة ملاحظة، واكيد مش هقدر اخلص على التنين لوحدي، والبطلة ساعدتني اخلص عليه. وبترجع البنت اللي شغالة في المكان بعد ما قيمت الحاجة اللي مع ألين وبتديله الفلوس اللي هو عايزها. وبيستأذن هوريس وبيمشي، وبيقول للبنت اللي معاه انه مستغرب من الولد ده علشان مش معاه قوة كبيرة ومع ذلك قدر يخلص على التنين، لكن في كل الأحوال هو ضعيف وهيقدر يخلص عليه بسهولة. وبيرجع ألين بعدها لبيت نويل وبيلاقيها مغمى عليها من كتر الشغل كالعادة، وبيتفاجئوا بالسيف اللي نويل صنعته، بتقول لهم ان ده احسن سيف صنعته في حياتها. بعدها بيخرج ألين مع نويل علشان يجربوا السيف في الغابة، وبيسألها ألين انت ليه شغالة حدادة، والمعروف ان اللي بيشتغل في الحدادة هم فصيلة الأقزام. فبتقول له ما تعرفش مين أبوها وأمها الحقيقيين، لكن في يوم لقت نفسها في الغابة واللي أخدها ورباها كان واحد من الأقزام اسمه فانيسا وشغال حداد، فتعلمت منه الشغل. والرغم انه كان عصبي وعنيد ومرضاش يعلمها تصنع السيوف، الا انه ليه عليها فضل علشان رباها وخد باله منها. فجأة ألين بيقابل هوريس والبنت اللي معاه، فبيقول له ألين انه خارج في رحلة صيد، وبيسلم عليه وبيمشي. بعدها بيطلب هوريس من البنت اللي معاه تراقب ألين، وبيكمل ألين في طريقه وبيخلص على الوحوش اللي بيقابلها. وبتلاحظ نويل قوته فبتطلب منه يدخل معاها في نص الغابة علشان يلاقوا وحش أقوى. وبيوصل لمنطقة بعيد، فبتستغرب نويل ان الوحوش ما هجمتش عليهم، تتوقع انهم هربوا علشان خايفين منهم. لكن ألين بيقول لها ان هم مش خايفين منه، لكن خايفين من الوحش اللي مستخبي هناك. فجأة بتترعب نويل لما بتشوف الوحش وبتفتكر لما جرى وراها في الغابة وهي صغيرة، وبتقول لألين يخلص عليه بالسيف اللي معاه. ألين بيقول لها انه نايم في امان وما حاولش يأذينا، وكمان عايش في الغابة بعيد عن البشر، فما فيش سبب يخليني اخلص عليه. فبتحاول نويل تبرر له اللي حصل معاها وهي صغيرة، لكن ألين بيصر على موقفه وبيرفض يخلص عليه. فجأة بتخطف نويل السيف من ايده وبتجري على الوحش، لكن قبل ما تضربه بيقول لها ألين ان الوحش ده عنده قوة فيرنر، ودي بتخليه يصد اي ضربة مستوى ضعيف، ومفيش غير اسلحة معينة من النخبة هي اللي تقدر تكسر القوة بتاعته. لكن نويل بتكابر وبتقول له ان السيف بتاعها قوي زي اسلحة النخبة، فبيقول لها ألين انها عارفة ان السيف بتاعها اضعف من اسلحة النخبة، ومع ذلك بيسيب لها حرية الاختيار، لو عايزة تضربه بيسيبها وبيمشي. وبتفتكر نويل لما كانت صغيرة وعايشة مع فانيسا في البيت، وفي يوم فضلت تتكلم معاه لكن فانيسا مش بيهتم بكلامها وبيفضل مركز في شغله وهو بيصنع سيف قوي. وبعد كذا يوم بيصنع فانيسا أقوى سيف في حياته، قدر يصنع سيف من سيوف النخبة. وبيستغربوا هما الاتنين ان وحش بالقوة دي معاه قوة فيرنير وموجود في منطقة حدودية، فبيتوقعوا ان في حد حطه بالعمد في المدينة وعنده هدف معين عايز يحققه. لكن ألين ما بتكونش عنده معلومات واضحة عن سبب وجود الوحش في المدينة، فبيرفض يتوقع اي حاجة غير لما يتأكد الاول. فبتقول لهم بياتريس ان في كل الاحوال لازم ياخدوا بالهم، وبيسألهم ألين لو خلصوا اللي جايين علشانه، وبنعرف انهم مش جايين المدينة علشان يصنعوا سيف ويمشوا.
فبتحكي له ليزا ان من 3 شهور القائد العسكري سيريال حد اغتاله ومحدش عارف السبب لحد دلوقتي، والجاني اخد راسه وهرب. وبالرغم انهم استخدموا كذا قوة علشان يعرفوا مين اللي اغتاله او السبب اللي اغتاله علشانه، الا ان السبب الحقيقي مجهول لحد دلوقتي. وبتوضح بياتريس كلام ليزا وبتقول انهم متوقعين ان اللي عمل كده شيطان مش انسان، علشان قدر يستخدم قوة مجهولة ما يعرفش عنها حاجة. فبيستغرب ألين ان الشيطان ممكن يغتال انسان، خاصة ان الشيطان مش بتهتم بالنزاعات السياسية بين البشر. فبتكمل بياتريس على كلامه وبتقول له علشان كده احنا متوقعين ان الشيطان ده اتحالف مع حد من البشر علشان ينفذ المهمة. وبيفهم ألين انهم جايين المدينة دي بالتحديد علشان فيها عدد كبير من الناس ممكن يلاقوا فيها طرف خيط يمشوا وراه ويوصلهم للجاني. فبيحكي لهم ألين عن هوريس وبيقول لهم انه شخص غريب. في الناحية التانية بنشوف هوريس وبيطلب من البنات اللي معاه تخلص على ليزا وبياتريس. فبتتوتر البنت اللي معاه، لكن هوريس بيسيطر عليها بالعهد اللي بينهم فمش بتقدر ترفض طلبه. بالليل بتفضل نويل شغالة على سيف ألين علشان تخليه بقوة أسلحة النخبة، وبالرغم ان الموضوع متعب ومحتاج مجهود كبير إلا انها مش بتستسلم وبتشتغل لحد ما بيغمى عليها. وبتحلم نويل باليوم اللي الوحش كسر عليهم البيت وهجم على فانيسا وخلص عليهم علشان بتصنع سيوف قوية وهم مش عايزين حد يكون معاه سيوف قوية غيرهم. وبنشوف هوريس هو مسيطر على الوحش وبيديله الأمر يخلص عليها، وبعد ما الوحش بيخلص على فانيسا بيجري ناحية نويل علشان يخلص عليها هي كمان. لكن البطلة بتوصل وبتهاجم الوحش بسيف البرق، والسيف بيقدر يعور الوحش لكن مش بيخلص عليه. وبيستغل هوريس الفرصة وبياخد الوحش وبيهربوا. تصحى نويل من النوم فبتتوقع ان ليزا هي اللي صحتها، لكن ما بتلاقيش اثر لليزا في البيت. وبنشوف ألين هو مستخبي ورا الباب بعد ما صحاها علشان تكمل شغلها. وبتشتغل نويل على السيف وبتكمل اخر جزء فيه لحد ما بتخلصه. بتمشي بالليل جوه الغابة ومعاها السيف وبتدور على الوحش علشان تخلص عليه. وبتوصل نويل للوحش بعد مشي طويل وبتقرب منه علشان تضربه بالسيف وهو نايم، لكن فجأة الوحش بيصحى وبيضربها بقوة فيرنر. وبتقف بعدها نويل وبتحاول تهجم عليه تاني لكن بيضربها تاني والسيف بيقع منها. وبيظهر هوريس وهو مسيطر على الوحش وبيعرض على نويل تشتغل معاه بدل ما يسيب الوحش ياكلها، خاصة انه عارف موهبتها وهي بتقدر تعرف قوة السيف بعينيها ومفيش غير 5 بس في العالم اللي عندهم القوة دي. وبيوعدها هوريس انه هيعوضها بحاجات كتير، خاصة انه شغال معاه ناس تانيين عندهم قوة استثنائية زي البنت اللي عايشة في الغابة. ويقول لها هوريس ان البنت دي طيبة وهو عطف عليها وخلاها تعيش معاه بعد ما المنطقة بتاعتها اتدمرت. وبعدها بيضحك وبيقول لها بس انا اللي دمرت المنطقة بتاعتها، لكن نويل بترفض تشتغل معاه وبتقول له ان الموت عندها اهون من انها تحط ايدها في ايده. فبتعصب هوريس وبيأمر الوحش يهجم عليها وياكلها، وبيتحرك الوحش بسرعة ناحيتها لكن فجأة بيظهر ألين قدامه وبيضربه بالسيف ضربة واحدة بيوقعه على الارض. فبيضحك هوريس وبيقول له شكلي قدرت قدراتك بشكل غلط وانت اقوى مما تخيلت بكتير، كمان عندك شجاعة تيجي تنقذ صاحبتك قبل ما الوحش يخلص عليها. فبيعرض عليه يتحالف معاه بدل ما الأميرة تموت. فبيطلب منه قال انه يوضح كلامه، فبيقول له هوريس انه بعت البنت اللي شغالة معاه تخلص على ليزا وبياتريس وقدامه اختيار من 2، اما انه يفضل مكانه وينقذ نويل من الوحش او يلحق الأميرة في البيت وينقذها هي وبياتريس من البيت اللي شغالة معاه هوريس. لكن ألين مش بيتفاجئ وبيقول له كنت متوقع انك تعمل كده وعارف ان البنت اللي شغاله معاك بتقدر تختفي، علشان كده فعلت قوه حوالين بياتريس وليزا جوه البيت تخليهم يشوفوا اي حد بيختفي. وكمان دي مش اول مره يتعرض فيها ألين للخدعه اللي زي دي، علشان كده كان عنده توقع ليها ومستعد لكل الخدع. وفي البيت بنشوف البنت اللي شغاله مع هوريس وهي مختفيه وداخله اوضه ليزا وبترفع البطانيه وبتلاقي مكان ليزا مخده. فبتناديها بياتريس من ورا الباب وبتقول لها انهم شايفينها وبيحاربوا بعض بالسيوف، وبياتريس بترفع سيفها وتخلص عليها، لكن ليزا بتنده عليها بصوت عالي علشان ما تموتهاش. فبتستغل البنت الفرصة وبتضرب بياتريس بتوقعها على الأرض وبتهجم على ليزا، لكن البنت مش بتقدر تخلص على ليزا وبتحط الخنجر قدام وشها وإيديها مش بتطوعها وبتسحب بياتريس وبتضربها على راسها فبيغمى عليها. وبنشوف إن هو بيبلغ هوريس إن محاولة الاغتيال بتاعته فشلت وبياتريس قبضت على البنت اللي شغالة معاه. ومع ذلك هوريس ما بيصدقش كلامه وبيكابر في الغرور وبيقول له ما زلت أنا الأقوى لأن سلاحك مش بقوة سلاح النخبة، علشان كده مش هتقدر تخلص على الوحش. وبيدي اوامر للوحش فيرنر يهجم على ألين ويخلص عليه، وبيطلع الوحش قصاده ألين فبيضربه ألين ضربه واحده بالسيف بيفجر له راسه وبيقضي عليه. وبيتفاجئ هوريس ان ده حصل فبيختفي في الهواء قبل ما ألين يقبض عليه. وبيرجع ألين للبيت وبيدخلوا كلهم الاوضه اللي فيها البنت اللي شغاله مع هوريس وهي مربوطه في الكرسي، وبيفضلوا يسالوها اسئله كتير لكن بتفضل ساكته ومش راضيه تتكلم.
فبتعرض عليهم بياتريس يبعتوها للعاصمة عشان تتحاكم، لكن ليزا بتقول ان شكلها غلبانة وواضح انها ما كانتش عايزة تخلص عليها بارادتها. وفجأة البنت بتتكلم وبتقول جمل مش مفهومة زي حرقوا المكان كله مش لاقي مكان يعيش فيه. فبتفتكر نويل لما كانت عايشة من غير أب وأم، فانيسا خدها تعيش معاه في البيت، فمشت للبنت وقطعت الحبل اللي مربوطة بيه وقالت لهم إنها تاخدها تعيش معها، ولو حاولت تخلص على ليزا تاني هي اللي هتقبض عليها بنفسها. بعدها بيرجع ألين للمكان اللي هورس اختفى منه في الغابة وبيستخدم قوته علشان يعرف مكانه. وهورس بيكون مفكر نفسه بعد بما فيه الكفاية عن المدينة وقال مش هيقدر يوصل له، لكن فجأة بيهجم على هورس وحش اسود وبيخلص عليه قبل ما ألين يوصل له ويعرف منه مين اللي شغال معاه. وبيرجع الوحش الملك وبيبلغه انه خلص على هورس قبل ما يقول اي معلومة، فبيشكره الملك وبيقول له ان ده اللي المفروض يحصل لما حد فيكم يأثر، ولو اي حد فيكم غلط لازم نخلص عليه. لكن ابن الملك بيقول له انهم مش فاشلين، وبالرغم من العجرفة بتاعته الا انه ما قدرش يخلص على ليزا والحارسة بعد ما خلص على القائد العسكري. وبنعرف ان الوحش ده هو الشيطان اللي بيدوروا عليه وبيديله الملك اوامر يخلص على ليزا وبياتريس. والملك بيقول انه هيتصرف مع البطلة ورئيس الحكماء بطريقته، فبيطلب منه ابنه يسيب له رئيس الحكماء هو اللي هيخلص عليه بنفسه. ليزا لما خرجت مع عمها في رحلة وسط الجبل ومعاهم حراسة وهجم عليهم تنانين مجنحة وخلصت على الحراسة وقتلوا عمها ورموه في المية. وبتخرج بعدها مع ألين وبياتريس يتمشوا في قرية تانية غير اللي كانوا فيها، وعدد الناس اللي في القرية دي قليل جدا علشان كده بيميزوهم بسرعة وبيعرفوا انهم اغراب. وبيتفاجئوا بأهل القرية وهم بيزينوا الشوارع وبينظموها، فبيسألوا الناس في الشوارع عن ايه اللي بيحصل، والناس بيقولوا لهم ان ده مهرجان سنوي بيتعمل في القرية ويعتبر عادة من عادات القرية والكل بيحتفل اليوم ده من كل سنة. فبتسألهم ليزا عن واحد لابس درع فضي سمعوا انه كان ماشي وسط القرية فجم يسألوا عليه، لكن اهل القرية ما بيعرفوش حاجة عنه وبيعتذروا لهم انهم مش قادرين يساعدوهم. فبتعرف بياتريس ان الخبر اللي وصلهم ما كانش حقيقي وكان اشاعة، فبيرجعوا بعدها لبيت نويل بعد ما سألوا عليه في نقابة المغامرين، لكن هم كمان ما يعرفوش عنه حاجة. وبتفتكر نويل الراجل اللي كان بيزورها باستمرار وكلمها عن الشبح اللي بيظهر في قرية بعيدة، وتقريبا الراجل ده من العائلة المالكة لكنه بيكره العائلة بتاعته، بيلبس درع فضي عليه دم وبيمشي بين القبور. فبتحاول بياتريس تخبي عليهم انها بتخاف من الاشباح لكن مش بتعرف وبتصرخ لما بتتخيل شكله. وبتقرر ليزا انهم يرجعوا القرية ويدوروا عليه تاني، وبيمشوا في القرية لحد ما بيوصلوا للمقابر. وبيفتكر ألين كلام نويل قالت له انه بيمشي بالليل بين المقابر، فبتقترح عليهم يدخلوا يفتشوا المقبرة اللي قدامهم. وفجأة بيظهر وراهم راجل من أهل القرية لكن شكله عادي، ولما بيسألوه بتعمل ايه هنا بيقول لهم انه كان بيتمشى في المقابر ولقاهم قدامه، وبيوديهم لبيت حد من أهل القرية وبيعرض عليهم يباتوا عنده ويحضروا المهرجان اللي هيتعمل تاني يوم. وبالليل بتحلم ليزا بعمها وهو لابس درع فضي وبيقول لها ان هو خارج في مأمورية حربية وبيوصيها تكون طيبة وتساعد الناس طول الوقت. فجأة بتصحى ليزا على صوت جاي من الشارع، فبتخرج تبص من الشباك بتتفاجئ بعمها وهو لابس الدرع الفضي وواقف تحت البيت. فبتنزل من البيت بتجري علشان تلحقه جوه المقابر، لكن للأسف بيختفي منها ومش بتلاقي له أثر. وفجأة بتخرج ايد من جوه الارض بتمسك رجلها، وبنعرف انها ايد زومبي وعددهم بيزيدوا بيحوطوها، وليزا مش بتعرف تتصرف ازاي. لكن ألين بيصحيها من النوم وبنعرف ان ليزا كل ده كان حلم مش حقيقة. وتاني يوم بيجي ميعاد المهرجان السنوي للقرية وكل اهل القرية بيخرجوا جنب المقابر وبيولعوا نار وبيلبسوا لبس شياطين وبيقعدوا يحتفلوا. لكن بياتريس بتقول لليزا ان الاحتفالات دي محرمة في مملكتهم، بس بما انهم مش بيأذوا حد فهتسيبهم يحتفلوا براحتهم. وبيروح لهم الراجل اللي قابلوه امبارح في المقابر وبيعرض عليهم يروحوا يحتفلوا معاهم، فبيروح ألين وبياتريس وبيسيبوا ليزا لوحدها. فجأة بتسمع ليزا صوت عمها بينادي عليها من وسط الناس لكن بتشوف ظهره مش وشه، وبيمشي ناحية المقابر فبتمشي وراه لحد ما بيوصلوا لوسط المقابر وبيقول لها انك تيجي لوحدك هنا دي مغامرة خطيرة ما كانش المفروض تعمليها. فبتسأله انت ازاي عايش طول الفترة اللي فاتت دي، رحت فين والحراس دوروا عليه كتير في وسط المية ومحدش لاقيله أثر. تتفاجئ ليزا لما بيقول لها انه كان مستخبي بعيد علشان بيكره العائلة الملكية وكان نفسه يخلص على اخوه الكبير اللي هو ابو ليزا.
خاصة بعد ما عرف إن أبوه عايز يقتلها، وطول الوقت بيدوروا على الناس اللي عندهم موهبة فطرية علشان يخلصوا عليهم. وليزا عندها الموهبة الفطرية دي، والمواهب الفطرية دي زي قوة سحق التنانين اللي عند ألين، وقوة صنع الأسلحة اللي ملهاش مثيل زي نويل، وقوة مضاعفة قوة الجنود وتحقيق المجد للدولة اللي عند عمها، وقوة قراءة المواهب اللي عند كبير الحكماء، وقوة ليزا اللي بتعالج الناس بيها. وبيعرض عليها عمها تحط ايديها في ايديهم ويتحدوا علشان يخلصوا على الملك، لكن ليزا مش بتوافق وبتفكر في طريقة تتكلم بيها مع ابوها تقدر تقنعه بيها غير انهم يخلصوا على بعض. وفجأة عمها بيطير في الجو بيقول لها لو ما اتحدتيش معايا هخلص عليكي علشان ما يستغلكيش ضدنا، وبيهجم عليها بالسيف علشان يموتها. لكن ألين بيوصل في الوقت المناسب وبيحط سيفه قصاد سيف عمها. فبتسأله ليزا انت جيت ازاي، فبيقول لها ان هو كان مراقبها من ساعة ما مشيت وحدها. وبيعرض عليها عمها ما تتدخلش، خاصة ان كان خطيبها زمان والخطوبة ما كملتش. لكن ألين بيقول لها ان ده مش وقت كلام ولازم ترجع عمها ألفريد لحياته، وبيستخدم تعويذة عنده على ألفريد وبيرجعه لحياته بعد ما كان في حد مسيطر عليه. ولما ألفريد بيصحى بيعتذر لليزا انه رفع سلاحه عليها، وبيعرفها انه كان في حد مسيطر عليه طول الفترة اللي فاتت دي، لكن مش الملك نفسه اللي مسيطر عليه، واللي كان متحكم فيه هو الشيطان اللي الملك مسلطه عليه. لكن بيأكد لها ان هو كمان بيكره العائلة الملكية لان اخوه الملك الصغير، وكان بيحاول طول الوقت يثبت ولاءه للملك، ومع ذلك في ناس اتدخلت بينه وبين اخوه الكبير وقدروا يقنعوا الملك ان ألفريد عايز يخلص عليه ويسرق العرش منه. فقرر ألفريد يتخلى عن القيود الملكية وكون فرق من الجيش دربهم بنفسه وبدأ معاهم من الصفر، وبقى هو نائب قائد فرقة الفرسان في الجيش. وبيطلب ألفريد من ألين ياخد باله من ليزا، لكن في الأول عايز يدخل معاه في مبارزة علشان يطمن إنه هيقدر يحميها. فبيوافق ألين وبيدخلوا في مبارزة قوية مع ألفريد وبيهزمه. وبيرجع بعدها ألين للبيت وبيقابل كبير القرية اللي استضافهم، وبيعرف إن أهل القرية كلهم زومبي وكبير القرية هو اللي مسيطر عليهم. فبيأمر كبير القرية الزومبي يهجموا على ألين وبيتحكم فيهم بخيوط طالعة من دماغهم، لكن ألين بضربة واحدة بيقسمهم كلهم نصين وبيخلص عليهم. وبياخد الحجر اللي كسبوه بعد موتهم، وبيعرف انه حجر قوي جدا خاصة ان فيه قوة ألفريد. وبتتفاجئ ليزا ان القائد العسكري ما ماتش ورجع تاني وبعت لها رسالة. وفي الناحية التانية بنشوف الملك وهو بيتكلم مع الشيطان وبيقول له انت فشلت المرة التانية، لكن المرة دي بيقدروا يخطفوا كبير الحكماء وبيبقى تحت ايدهم. وبيفتكر بريت لما كان صغير وامه ماتت وكانت هي الوحيدة اللي بتحبه وبتعطف عليه، بعكس ابوه اللي معاملته معاه كانت دائما صعبة، وكان دائما بيسمع الناس اللي بيتكلموا عنه وحش وبيتكلموا عن ألين كويس وبيقولوا عليه أشطر منه. من وقتها هو بيكره ألين وبيتعصب عليه علشان شايفه أشطر منه في كل حاجة. هو بيصحى بريت من النوم مفزوع على كابوس وهو بيتخانق في ألين، فبيروح لأبوه الملك وبيلاقيه بيضحك وهو بيقرأ رسالة في إيده بيقول له إن الوقت جاء علشان ينتقموا من أعدائهم ويخلصوا على المملكة. فالحقد بيملأ قلب بريت وبيقول له إن أنا الوحيد الأحق بحكم المملكة. وبيخرج بعدها الملك على الناس وجنبه كبير الحكماء، والناس بيستغربوا إزاي الاتنين واقفين مع بعض وهما بيكرهوا بعض من زمان. لكن الملك بيكون متحكم في كبير الحكماء وبيجبره يقول للناس إنه كان بيكذب عليهم طول الوقت، والملك هو اللي كان معاه حق، والمواهب اللي عندهم كانوا بيدوها لهم علشان يتحكموا فيهم، علشان كده لازم كل واحد يرجع الموهبة اللي الحكيم عطاها له علشان يعيش حر. فالناس بيسألوا نفسهم ازاي الكلام ده حقيقي، والمواهب عطتنا قدرات كبيرة وطول الوقت بيستخدموه علشان يحموا المملكة، فازاي فجأة عايزينهم يتنازلوا عنها للملك؟ وبيفاجئهم الملك انه عنده اجابات لكل اسئلتهم، بيخرج عليهم بريت وبيصنع تنين سحري ضخم من الحجارة وبيطمنهم ان هو مش هيأذيهم وصنعه مخصوص علشان يكون حماية ليهم، وقوته بتساوي قوة 10,000 جندي وما عندهوش اي نقاط ضعف. والناس بيصدقوا علشان بريت هو القائد العسكري فاكيد مش هيكذب عليهم. لكن برضو الكائن ده مش هيكون بديل كافي للمواهب اللي عندهم، لكن بريت وكبير الحكماء بيجاوبوا عليهم وبيقولوا لهم طالما بريت بيتحكم فيه عن طريق الخيط اللي في ايده فقوته هتتضاعف وتبقى اقوى من مواهبهم. فبيسأل واحد من الناس لو بريت مات هيعملوا ايه وازاي يتحكموا في الوحش ده وقتها. فبيخرج عليهم واحد متنكر وبيقول لهم بريت ان ده هو الحل اللي كنت مخبيه عليكم طول الوقت. فبيخرج عليهم واحد متنكر وبيقول لهم بريت ان ده هو الحل اللي كنت مخبيه عليكم طول الوقت.
وبيشيل الرداء اللي مغطيه، فالناس بتتفاجئ انه شيطان. وبيستوعب بريت انهم خايفين منه، لكن بيطمنهم ان هو عمل معاه معاهدة تعاون مشترك، وهو اللي كشف لهم حقيقة ان المواهب ملهاش لازمة، ومن هنا ورايح قوتهم هيستمدوها من الشيطان، وهتبقى هي البديل للمواهب بتاعتهم. وبيخطب فيهم بريد بصوت عالي وبيقول لهم لازم تتخلوا عن مواهبكم وتبقوا احرار، والناس بتهتف باسم بريد وبيحسسوه بقيمته، وبيتملك في شعور النرجسية وبيحس ان هو اهم انسان على الارض والناس كلهم محتاجينه. لكن بيلاحظ بعينيه ان اخوه الكبير ألين واقف وسط، وبتقول بياتريس ان اللي اغتالوا القائد العسكري واللي بعتوا التنانين تخلص على ألفريد واللي بعتوا الوحوش تقضي على ليزا كانوا الشياطين بمساعدة العائلة الملكية. فبيقرر الشيطان انه يخلص عليها هي كمان. لكن فجأة بنشوف البنت بتاعت الغابة وهي مختفية وماسكة في ايديها أداة سحرية بتوصل بيها اللي بيحصل لألين. وبيسمع الشيطان وهو بيقول ان المواهب اللي مع القائد العسكري والأميرة هتشكل عقبة في طريق مخططات الملك والشيطان، علشان كده لازم يخلصوا عليهم، والفترة الجاية ناويين يحرضوا الناس علشان يتخلوا عن مواهبهم بإرادتهم. فجأة بيصرخ بريت ويقول لألين انت اكيد جاي هنا علشان تبوظ المخطط بتاعنا، والناس بيتفاجئوا لما يسمعوا كلمة مخطط وبيبصوا ناحية ألين بيلاقوا ليزا واقفة جنبه، فبيسألوها لو في حد فعلا حاول يغتالها ولا دي إشاعات. فبتقول لهم ليزا انها فعلا تعرضت للاغتيال واللي هاجموها كانت كائنات سحرية زي التنانين اللي بريت عاملها. وبتعصب بريت وبيدي اوامر للعساكر يخلصوا على ألين، لكن ألين بيقطع الروابط اللي بينه وبين العساكر وبيكسر سيطرته عليهم. لكن بريت بيحرك التنانين فبتعمل صوت عالي والناس كلها بتخاف وبتهرب، وبينط من البلكونة على ألين وبيحاول يتحكم فيه، لكن ألين بضربة واحدة بيوقعه على الأرض. وبيفتكر ألين آخر يوم كان فيه في القصر لما أبوه قال له أنت فاشل وعار على المملكة وطرده من القصر، فبيرجع القصر وبيقرر يوقف مهمتهم. في الناحية التانية بياتريس بتستخدم قوة بنت الغابة وبتختفي وبتحارب الشياطين اللي ما يكونوش قادرين عليها. فبيقول لها انت بتستخدمي قوة البنت اللي ربها هورس، لكن البنت بتقول له انها دلوقتي حليفة معهم مش مع هورس. وبيرموا هما الاتنين السيوف بتاعتهم علشان الشياطين وبيخلصوا عليهم. وبيشكرها نائب القائد العسكري انها انقذت حياته، فبتقول له انها المفروض ما يشكرهاش وهو القائد بتاعها، وبتبلغه ان الشياطين بتهاجم كذا مكان في المدينة دلوقتي ومش بيهاجمونا احنا بس. فبيقول لها نائب القائد انه هيديها عدد كبير من الفرسان والجنود يحاربوا معاها وهيحموا المدينة بكل قوتهم والاخر نقطة دم فيهم. فجأة بتروح لهم نويل وبتقول لهم علشان تحاربوا لازم يكون معاكم سيوف قوية، علشان كده جمعت اكبر كم من السيوف اللي قدرت تشيلها وجابتها لهم. وفي القصر الشيطاني بيقدروا يخطفوا البطلة، وبريد بيتجبر في الحكم وبيحاول يخلص على الملك، فبيتحد الملك مع البطلة وبيواجهوا بريد ومش بيقدروا عليه. فبتستغرب البطلة انهم مش قادرين عليه بكل قوتهم، فبيقول لها الملك انه عنده موهبة اسمها الحانوتي، لكن الموهبة دي عايزة حد تركيزه عالي علشان كده صعب حد يستخدمها في معركة. وبيفتكر بريت لما امه ماتت فبيتعصب عليهم علشان كان بيحبها جدا، علشان كده فاكر ان ألين هو السبب في موتها وبيكرهه. وقرر من يومها انه لازم ياخد كل المواهب اللي مع الناس ويدمر العالم كله. فبتقول له البطلة انه ما ينفعش يوقف حياته على موت حد حتى لو عزيز عليه، فبيقول لها معاكي حد وبيطلع شعاع من ايده، فبتصد البطلة بقوة البرق، والقوتين بيتساووا مع بعض لكن قوة بريد بتكسب وبتحدف البطلة في الحيط. فبيقول له الملك ان القوة اللي معاه دي قوة الشيطان، ولو سابها تتحكم فيه وزادت عن حدها مش هتسيبه للأبد. لكن بريت ما بيهتمش وبيضرب الملك بنفس القوة. بيحاول الملك يقرب منه ويكلم الجزء الطيب اللي جوه قلبه، وللحظة من الزمن قلب بريت بيحن، لكن بيرجع تاني وبيضربه بالسيف في بطنه. وبيقول له مش هسمح لحد يعرف الجزء الحقيقي اللي جوه قلبي. بتقول له البطلة انه طول الوقت كان بيحبه والمفروض ما يخلصش عليه، لكن بريت مش بيهتم بكلامها وبيقول لها انت كمان لازم تحصليه. وبيضرب شعاع ناحية البطلة وبيوصل ألين وبيصد الشعاع بالسيف بتاعه، لكن بريت بيستعين بقوة ألين وبيقول له من بين كل الناس مفيش غير انت اللي تصد قوته، وبيأمره يخرج بره علشان ما يخلصش عليه. فبيتحدى ألين وبيقول له اعمل كده لو تقدر، فبيضربه بالشعاع من ايده لكن ألين بيصده بسهولة. وبتبقى مفاجأة كبيرة لبريت ان ألين الضعيف بيقدر يصد شعاعه بالقوة دي. فبيجمع بريت اقصى قوة عنده وبيضرب بيها ألين، وبيدخل ألين لذكريات بريت وبيشوف كمية الحزن اللي جواه على امه وازاي كان فاكر ان ألين السبب في موتها علشان كده عايز يخلص عليه. فبيتعاطف معاه وبيخرج من ذكرياته وبيصد قوته، فبيستجمع بريت اقصى قوة الغضب جواه وبتطلع اعصار بيعمل سحابة سوداء في المدينة كلها. لكن ألين بيدخل عليه بأقصى قوته وبيلاقي بريت متحاصر جوه الغضب بتاعه، فبيضرب الغضب بالسيف وبيخلص عليه.
بعدها الملك أبو ليزا بيمنح ألين رتبة دوق في المملكة، لكن ألين بيرفض الرتبة، وقررت ليزا تتخلى عن منصب العائلة الملكية علشان تروح تعيش مع ألين. بما إنهم دلوقتي ما بقتش من العائلة الملكية فبياتريس مش هينفع تحميها، وبيروح ألين وليزا لمدينة جرالهم علشان يعيشوا مع نويل وبنت الغابة، وبيشتروا قصر في المدينة علشان يعيشوا فيه. وتاني يوم ليزا بتحضر لهم الفطار وبتقول لهم نويل إنها عملت سيف جديد لألين وهيخرجوا ويجربوه بعد الفطار، لكن ألين بيوعد كذا حد إنهم هيساعدهم في حاجات كتير، فمش بيعرف يساعد مين ولا مين، وكلهم بيشدوا فيه علشان يساعدهم، لكن بيقدر ألين يساعدهم كلهم، وبيرجع بعدها للقصر علشان يبلغ ليزا إنه هيسافر يروح إمبراطورية فيكتور من باب إنه غير جو، كمان لو عجبته الأجواء ممكن يكمل حياته ويعيش هناك. فبتقول له نويل إن الإمبراطورية قوية جدا، وسمعت إن هناك في حدادين ومصنعين شاطرين ممكن تتعلم منهم حاجات كتير. فبيسألها ألين ومين قالك إنك هتيجي معايا، فبتقول له إنها هتروح معاه هي وبنت الغابة. فبيسأل ليزا وبيقول لها وأنت هتعملي إيه، فبتقول له إن عندها شغل كتير في المملكة لازم تخلصه، لكن بتسيب الشغل وبتروح معاه. وبيركبوا العربية اللي هيروحوا بيها الإمبراطورية، وبتنادي ليزا على بياتريس وبتقول لها خدي بالك من المملكة. وبتستغرب نويل إن ليزا سايبة المملكة ورايحة الإمبراطورية، وده ممكن يأثر على المملكة ويشيلوها من منصب الأميرة. فبتقول لها إنها مسؤولة عن حماية المملكة، خاصة إن الفترة الأخيرة بعد ما حصلت مشاكل في المملكة سمعت إن الإمبراطورية بيحصل فيها تحركات غريبة ممكن يهجموا على المملكة، عشان كده هتروح تشوف الأوضاع الداخلية ماشية إزاي في الإمبراطورية. وهم مسافرين بيوصلوا لحدود الإمبراطورية فبيلاقوا الطريق كله حجارة، وفجأة بيقف ألين وبيشاور لهم ناحية الذئاب البرية. فبتقول له ليزا إن اللي بيواجه الذئاب البرية هيقضوا عليه، والناس بيسموهم حاصدي الأرواح من كتر قوتهم، لكن ألين بيهجم عليهم وبيقضي عليهم في أقل من ثانيتين، وبيرجع العربية تاني وبيقول لهم كده نقدر نكمل طريقنا. وبيوصلوا في النهاية لمدينة على حدود الإمبراطورية، وبيلاحظ ألين إن المدينة مليانة حراس رغم إنها حدودية وبعيدة عن العاصمة، وبيركز ألين على الحراس والأسوار، فبيخبط في بنت ماشية على الطريق، لكن بيتفاجئ إنها عارفاه واسمها هانريت بنت ماركيز، وهي كمان بتكون عارفاه، وهما الاتنين بيسألوا بعض بيعملوا إيه في المدينة دي بالتحديد، لكن هانريت ما بترضاش تقوله، بتبعد عنه. فبتنادي عليها ليزا بتقول لها انت هانريت ماركيز، فبتقول لها هانريت وانت ليزا أميرة مملكة ويست. وقبل ما يتكلموا بتقطعهم هانريت وبتقول لهم ارجعوا المملكة بتاعتكم لأن الإمبراطورية بتغلي في الفترة الحالية، والنار ممكن تمسك فيكم لو عرفوا إنكم موجودين في الإمبراطورية. فبيقول لها قال إنهم بيمشوا في الإمبراطورية كسياحة فمحدش هيقدر يأذيهم، لكن هانريت بتبلغه ان كتيبة فرسان الذئب الاسود اتحركوا من الامبراطورية، ودول الكتيبة الاكبر والاقوى، والامبراطورية امرتهم يتحركوا اول ما يلاقوا الوقت المناسب، وبتحذرهم ياخدوا بالهم طول الوقت وما يحتكوش بالكتيبة دي مهما حصل. وبتسيبهم هانريت وبتمشي، لكن ألين بيروح وراها وبيسألها لو بتساعدهم بصفتها هانريت بنت ماركيز ولا هانريت الحكيمة، فبتقول له مش هتفرق المهم انك فهمت الرسالة. فبيشكرها وبيرجع وبيدور ألين على ليزا ونويل، لكن بيتفاجئ بانفجار ضخم، فبيروح علشان يشوف في ايه وبيلاقي راجل بيجري بسكينة، فبيقف قدامه وبيشنكله، لكن بيحاول يخفيه قبل ما الحرس يوصلوا، فبيخلص عليه وبيخليه ينزف من جسمه كله. وبتوصل قائدة الحرس وبتسأل ألين على ايه اللي حصل، فبيقول لها انه هاجمهم الاول بسكينة وضربوا دفاع عن نفسه، لكن قائدة الحرس بتقول ان مفيش حد بيدافع عن نفسه هيضربه بالشكل ده، وازاي قدرت تتخلص عليه من غير ما يكون معاك سلاح ولا قربت منه، كمان ما عندكش مواهب. وبيتفاجئ ألين انها عرفت ان ما عندهوش مواهب، فبتقول له ان موهبتها تعرف مين عنده مواهب ومين ما عندوش، وكمان بتقدر تعرف نوع مواهب كل واحد. بتسأله لو مصدق بوجود الشياطين، فبيقول لها اكيد مصدق. وبتعرف قائدة الحرس ان الشياطين عندهم قدرات بيستخدموها شبه المواهب بتاعتهم لكن مختلفة تماما عن مواهب البشر، علشان كده ما بتقدرش تشوفها، واللي عمله ألين ده موهبة من مواهب الشياطين. فبيقول لها انه ما عندهوش مواهب شياطين، لكن اكيد مش هتصدقيني لو قلت كده. لكن قائدة الحرس بتعتذر له وبتقول له لو انت مش شيطان فانا اسفة، لكن لازم اقبض عليك علشان احقق الامن في المدينة. وبيفكر ألين لو هاجمها هي والحراس وخلص عليهم ده ممكن يستفز الامبراطورية ويخليهم يركزوا عليه، ولو هرب في ده يثبت التهمة عليه اكتر ومش هتسيبه غير لما تلاقيه. لكن قائدة الحرس بتقطع تفكيره وبتأمرهم يقبضوا عليه، وفجأة بيختفي ألين، فبتأمر الحراس يدوروا عليه في المدينة كلها. وبينزل ألين في أنفاق المدينة بعد ما بنت الغابة مسكت ايده واختفت بيه، فبيشكرها انها انقذته قبل ما الحراس يقبضوا عليه. وبيسمع صوت هانريت بتقوله لبست نفسك في ورطة بعد ما حذرتك ما تحتكش بحد من الحراس. وبتعرف هانريت ان اللي حصل لانها كانت بتراقب ألين وشافت الحراس وهم عايزين يمسكوه،
فنادت على بنت الغابة وطلبت منه مساعدتها علشان يقدروا يهربوا من وسط الحراس. ومن هنا بيقرر ألين إنه ياخدهم ويهربوا من المدينة وما يرجعولهاش تاني، لكن هانرس بتقول له إن الوقت اتأخر وكل الطرق اللي بتخرج من المدينة اتقفلت. فبيقترح عليها نويل إنهم يستخدموا قوة بنت الغابة ويخرجوا بيها، لكن ألين بيعرف إن الحراس مش أغبياء، وأكيد خدعة زي كده مش هتخيل عليهم مرتين. فبيقرروا يستخبوا في بيت هانرت لحد ما يلاقوا طريقة يخرجوا بيها من المدينة. وبيوصلوا لقصر هانريت وبيتفاجئ لأن سايلس رئيس الخدم بتاعها قبل ما يسيب المملكة دلوقتي شغال رئيس خدم هانريت. وبيعرف من سايلس إن هو والخدم عملوا احتجاجات وهربوا من المملكة، وهانريت هي الوحيدة اللي استقبلتهم في القصر بتاعها. وبيدخلوا بعدها القصر، ونويل وبنت الغابة بيتفاجئوا بشكل القصر الجميل فبيلعبوا فيه وبيتنططوا على الكنب. فبتضحك هانريت وبتقول لهم اعتبروا نفسكم في بيتكم، خاصة إن عايشة في القصر كله لوحدها. وده بيكون غريب على ألين، بتقول له إن أهلها خرجوا في رحلة وعملوا حادثة وماتوا. وبيدخل ألين في الموضوع بيسألها عن اللي بيحصل في المدينة وليه كل الحراس دول موجودين، والإمبراطورية طلع كتيبة الذئاب الأسود. وبتفاجئوا هانريت إن الإمبراطور اتقتل من سنة، علشان كده الإمبراطورية ما اتحركتش وهجمت على مملكتهم في عز ضعفها. وبالليل بتقعد هانريت مع ألين وبيتوقع إن الوحيدين اللي يقدروا يغتالوا الإمبراطور من غير ما يسيبوا أي أثر هم الشياطين. فبتقول له هانريت ان الوحيدين اللي يقدروا يختاروا الامبراطور من غير ما يسيبوا اثر وراهم هم الشياطين وانت. فبيوجه لها قال النفس اللي تاه وبيقول لها لو انا اقدر يبقى انت كمان تقدري. بيسالها بتراقبيني من امتى، فتحاول هانريت تخبي ملامحها، لكن آلين بيقفشها وبيقول لها انت مراقباني من قبل ما ادخل الامبراطوريه، كمان اتاجرتي رئيس الخدم بتاعنا وبتخبطي فيا وانا ماشي في المدينه، واكيد كل ده ما حصلش كده مجرد صدفه. لكن هانا بتتكسف وبترجع اوضتها وبتفتكر لما كانت مع ألين في حياتهم التانية. وقتها ألين كان بطل قوي جدا والناس كلها كانت بتخاف منه، مع ذلك كانوا بيشتموه ويأذوه طول الوقت. لما حصل معاه كده قلبه اتكسر وقرر يسيب لهم العالم ويمشي. وفضلت هانريت تدور عليه لحد ما عرفت انه مشى من العالم، فراحت وراه من وقت ما نزل العالم الجديد. فضلت تراقبه طول الوقت عشان تطمن عليه وتتأكد ان مش هيحصل معاه نفس اللي حصل معاه في العالم اللي فات. فترة بنشوفهم وهم قاعدين في القصر، ونويل بتحس بالملل وبتزعق فيهم علشان تخرج من القصر وتروح أي ورشة حدادة تشتغل فيها. لكن هانريت بتقول لها مستحيل تعرفي تخرجي من القصر لأن المدينة كلها دلوقتي تحت الحماية العسكرية. فبتصبر نفسها وبتتخيل إنها شغالة بتصنع سيف في الهواء وبتخبط عليه علشان تضحك على عقلها. وبيسألها ألين لو كل اللي بيحصل ده علشانه هو. فرسان الليل مكثفين الحراسة علشان يقبضوا عليه، وده معناه ان نويل تقدر تدخل المدينة ومش هيبقى فيه خطورة عليها. تخرج نويل ومعاها ميلين بنت الغابة ويتمشوا وسط المدينة ومبسوطين علشان خرجوا من القصر. لكن نويل بتلاحظ ان فصيلة الالف اللي هي منها بيبصوا عليها وكلهم مستلطفينها وبيحاولوا يتكلموا معاها. فبتسحبها ميلين وبتمشي لانها خارجة معاها علشان تحميها. بعد ما بيخلصوا جولتهم في المدينة بيرجعوا القصر وبتحكي لهم نويل عن كل اللي حصل معاها. بتبقى مبسوطة إن فصيلة الإلف كانوا مهتمين بيها، لكن هانريت بتفاجئها إن الموضوع مختلف ومش زي ما هي بتفكر، والسبب إن فصيلة الإلف كانوا مهتمين بيها هو الماضي بتاعهم. وبما إن نويل ما تعرفش حاجة عن ماضيهم فبتاخدهم هانريت وبيروحوا لغابة الإلف وبيقولوا في ساحة القصر الواسعة. فبتسألها نويل فين الغابة، لكن هانريت بتطلب منها تركز وبتعمل سحر بايديها بتدخلهم في عالم تاني جواه غابة كبيرة. بتسأل ليزا ازاي احنا دلوقتي في الغابة واحنا كنا واقفين في القصر. فبتقول لها هانريت انهم لسه واقفين في القصر مكانهم، لكن دلوقتي هم في بعد مختلف. وبيفهموا ألين ان الغابة الإلفية مخفية بالسحر بيحجزها عن العالم الطبيعي علشان كانوا متحوطين بأعداء خارجيين كتير حاولوا يهجموا عليه. علشان يمنعوا اي حد يعرف اللي حصل بيمسحوا ذاكرة اي حد بيطلع من الغابة مهما كان. لكن هنريت خدت الحق انها تدخل الغابة في اي وقت هي عايزاه، وعشان كده نويل ما تعرفش اي حاجة عن ماضيها. لكن فجأة ان فصيل الالف قدروا يبنوا حاجز بالقوة دي لدرجة ان ألين ما حسش بيه، وبيشكوا ان الموضوع ليه علاقة بقوة هنريت. فبتتوه هانريت في الكلام وبتقول له ايوه حاجه زي كده. وبيدخلوا الغابه فبتحس نويل بشعور غريب وكانها بتنتمي للغابه دي او عارفاها من زمان. فبتقول لها ليزا ان اكيد الغابه اللي اتولدتي فيها كانت جميله زي الغابه دي، فعندك حنين انك ترجعي لها. فجاه بيلاحظوا مجموعه من الالف واقفين حواليهم وبيحاوطوهم من كل ناحيه، لكن ألين بيلاحظ انهم مش عدائيين ولا عايزين يهجموا عليهم. بيبان من ردود افعالهم انهم تابعين لهانريت وهي الحاكمة بتاعتهم. وبتعرفهم هانريت ان نويل بتنحدر من العائلة الملكية وهي اخر واحدة في العائلة دي،
وده معناه إن الحاكمة الحقيقية للإلف هي نويل. وبيخرج بارسيفال من وسط الإلف وبيعرف نفسه، بيقول لنويل إنه الوصي على الحكم، لكن الموضوع بيكون غريب على نويل، فبيطلب منها بارسيفال ياخدها في جولة جوه الغابة يعرفها على المملكة بتاعتها. وبيمشوا وسط الغابة وبيتفاجئوا إن الإلف بيصنعوا سلالم وأساس عايشين عليها جواها. وبتقف نويل لما بتشوف طفلين بيجروا عليها وبيدوها بندق هدية بمناسبة إنها رجعت وهتحكم الغابة. وبيمشيهم بارسيفال وبينادي على الطفل فيليب اللي مستخبي ورا الشجرة وبيطلب منه يمشي هو كمان، لكن فيليب بيحاول يتكلم مع نويل علشان يحكي لها عن الأشرار وبرسفول بيمنعه وبيمشيه. في الناحية التانية بتنط الملكة ليزيثا من على السور وبيشوفها أوسفال الوزير، فبتسأله ليزيث لو قدر يعرف مكان غابة الإلف، لكن أوسفال بيبلغها إنهم لسه بيدوروا عليها والإلف واخدين كل احتياطاتهم، فبتبلغه يدور عليهم لكن يحاول يسيطر على رغبته الشريرة في القتل وما يخلصش عليهم. وبالليل جزيرة الإلف بيعملوا احتفال وبيتجمعوا حوالين الملكة، وبيروح أورسيفال يتكلم مع ألين وبيقول له أورسيفال إن الإلف بيعيشوا سنين طويلة، لكن الفترة اللي فاتت لما غابت عنهم الملكة فقدوا قدرات كتير كانت عندهم، زي إنهم مبقوش يكبروا ولا يتطوروا ولا قادرين يخلفوا، ولما الملكة ترجع كل القدرات دي هترجع لهم. وطول ما نويل بعيدة عنهم ومش بتحكم المدينة هيفضلوا معرضين للخطر الانقراض. والشخص اللي عطاهم الأمل إنهم يعيشوا كانت هانري، وحكت لهم عن نويل، وكمان هانري اتعلمتهم ما يحتكوش بالشعوب التانية وجابت لهم بضاعة كتير كانوا محتاجين من القرية البعيدة اللي مش عارفين يدخلوها. بعد ما كانوا ما يعرفوش غير حياة الغابة اتعلموا طرق جديدة في التعايش وبقوا أحسن من الأول. ومع الوقت بدأوا يفهموا العالم الخارجي، وواحدة واحدة من بعدها بقوا فاهمين ثقافة القرى التانية وبيقدروا يدخلوا وسطهم من غير ما يحسوا بفرق. وبيسألوا ألين عن أطفال الشياطين اللي في الغابة، وبيسألوا لو هانريت هي اللي دخلت. وميزة إن حد يشوف أطفال الشياطين دي مش موجودة عند ناس كتير إلا الأقوياء واللي عندهم قدرات خاصة بس زي ألين. فبيقول له بارسفول إن من 3 سنين هانريت طلبت منهم يربوهم علشان أهلهم ماتوا وملهمش حد في الدنيا. في الأول معظم الإلف عرضوا الفكرة لأن الإلف مش بيحبوا يختلطوا بالعوالم التانية، لكن هانريت قالت لهم لو الإلف عاشوا مع فصائل تانية فده ممكن يخليهم يرجعوا ينموا. وبالرغم إن عدد مش قليل منهم فضل رافض إلا إنهم مع الوقت بدأوا يتقبلوا التغير. وفي آخر الليل بينتهي الاحتفال وبيحضر لهم الإلف مكان يباتوا فيه، لكن نويل ما بتعرفش تنام وبتفتكر في ذكرياتها لما كانوا هدفها تتعلم تصنع سيوف وقدرت تحقق الهدف. دلوقتي ما عندهاش هدف تسعى وبتخرج من الأوضة علشان تبص للقمر تفكر في السبب اللي عايشة علشانه في الحياة. وبنشوف ألين هو بيراقبها من الشباك بتاعه لحد ما بتدخل عليه هانري بتسأله كنت عايزني في ايه، وبتسألها ألين عن السبب اللي خلاها جابت الشياطين للغابة، فبتقوله إن الشياطين مش نسل مميز لكن في نسل من البشر عايشين لوحدهم والناس بتضطهدهم بيقولوا عليهم شياطين، ونسل الشياطين بيبقى شياطين تانيين، فبيتبرى منهم أبهاتهم وبيرموهم في أوضاع صعبة ما يعرفوش يعيشوا فيها وهم أطفال. عشان كده هانريت جابتهم يعيشوا في غابة الإلف ويتربوا وسطهم. وتاني يوم بياخدهم أورسفال في جولة تانية في الغابة وبيروح الأطفال بتوع امبارح يدوا نويل حجر بينور، فبتقول لها هانريت إن ده اسمه حجر روح بيستخدموه في تصنيع المواد الكيميائية. فجأة بيهجم فيليب على الولدين وبياخد الحجر من ايديهم وبيرميه وبيقول لهم انتوا شياطين ولازم تبعدوا عن الملكة بتاعتنا. فبيعيط الولدين ونويل بتحاول تهديهم وفيليب بيهرب فبتروح وراه هانريت. وبيقعد فيليب يعيط في شارع جانبي، فبتقول له هانريت ان اللي عمله ده كان غلط، وبنعرف ان فيليب عامل كده علشان غيران على نويل علشان الولدين الشيطانيين كانوا بيتعاملوا كويس مع الحاكمة بتاعتهم. فبتقول له هانريت ان الحاكمة بتحبهم كلهم والمفروض بدل ما يعمل كده معاهم يعاملهم كويس علشان هو اكبر منهم، وبتسيبه وبتمشي. وبيقتنع فيليب بكلامها وبيقرر يروح يعتذر لهم، لكن فجأة بيمسكوا أوسفاد وبيحط السيف على رقبته علشان يقولوا على الطريق اللي يوصل لغابة تبدأ الحلقة وبنشوف الكل قاعدين على سفرة كبيرة بيكون عليها أكل كتير جدا، وبيقول لهم الراجل أبو شعر بني ياكلوا براحتهم. تقريبا بيكون الأكل عبارة عن خضار وفاكهة بس. فبتقول نويل في نفسها أنا عايزة لحم. وبنتي المشهد وبنشوف هانريت بتقول بارسيفال انت مسؤول انك تاخد الكل في جولة في الغابة ولا مش لازم تروحي تدوري. وهي بترد عليه وبتقول له انا كده كده هرجع الاصل وهدور في طريقي وانا راجعه، وبتسيبهم وبتمشي. وبيسأل انه بيقول هو في ايه، بيقول له في حد مشى من الغابة مرجعش. اللي تقول نويل هو الولد اللي اسمه فيليب دوت. بيرد عليها وبيقول لها ويا رب ما يقعش في اي مشكلة.
وبنشوف أنريت وهي بتدور عليه في السوق ولكن مش بتلاقيه. ونشوف ألين هو بيقول الإلف دول مستهترين قوي. بترد عليه ميلين لا هم كسولين. وبتسأل هو الإلف ما يعرفوش يعني إيه شغل. بيقول إحنا ما بيلقش علينا الشغل عشان نحمي نفسنا، بتتوفر لنا كل ده. الأكل اللي بنطلبه بنلاقيه عشان الغابة جزء مننا وإحنا جزء من الغابة. وبعدين بتشوفهم في مكان زي قهوة بيقعد يلعب شطرنج. وبتسأل نويل ألين وبتقول هو أنت فعلا ناوي تقعد هنا؟ هو بيقول لها ايوه انا بفكر كده بجد. وبيقول لها المكان هنا حلو للعيش فيه والشعب كله طيب وهندرت قريبه ممكن ارجع في اي وقت. بتقول له ايوه تقعد هنا وانت اصلا علاقتك بهندرت كويسه. وبيقول لها انا وهندرت ما بتجمعناش العلاقه اللي انت متخيلها، مع انها برضو مش زي اي علاقه معروفه. بيقول ريس طب ما تقول هي بالنسبة لك ايه بالظبط؟ ولا صعب اشرح لك تقدري تقولي احنا مع بعض زي قدر. بتقول له ريسي يعني انت قصدك ايه؟ ويبدأ يخاف ويقول لها يعني مش قصدي. وبتدخل نويل في الكلام وبتقول قصدك زي جوز اتقبض عليه وهو بيخون. وبتقول ميلين من زوجة متوحشة. وبيضحك ألين وبتقول ريسي لا 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 ما قصدتش كده. بتقول لها نويل ما تخافيش انا هفضل هنا اراقبه عشان ما يعملش حاجة. بتقول لها ريسي وانت هتفضلي هنا كمان؟ بتقول لها نويل بترد عليها ريسي يعني قررت خلاص تبقي الحاكمة بتاعتهم؟ بتقول لها نويل لا لسه ما اخدتش قرار، هفضل هنا لحد ما اخد قرار عشان اعرف افكر. وبيقول لها قال هتعمل ايه في الحداده؟ بترد عليه وبتقول له هبني ورشه هنا لان في اقزام كتير هنا ودي فرصه حلوه. وبيقرروا كلهم انهم هيعيشوا معاها. وبنشوف انرت وهي رايحه القصر للمملكه وبتقول لها انت عارفة ان الملك اغتال من سنة وجات لنا اخبار ان انت مخبية حد من المشتبه فيهم عني واتشاف في المدينة واول ما اتشاف اختفى. بترد عليها انرت وبتقول لها مين قالك الكلام الفارغ ده؟ بتقول لها الصراحة دي كانت كذبة، هو اتشاف وشكله ما كانش من الامبراطورية اصلا واختفى اي اثر ليه. وبترد عليه مستحيل ان يكون خرج بره الحدود، وحسب معلوماتي اللي يقدر يستخدم السحر ده هو انتي بس. ويبدأ يدخل حراس البيت كله بيدوروا فيه. وبتقول لها طالما انت ذكية كده متخيلة ان انا ممكن اشيل دليل زي ده في بيتي؟ بتقول لها لا بس ممكن في الغابة الإلفية، سمعت انك بتروحي هناك كتير الفترة دي. بعدين بنشوف اوزوالد وهو داخل الغابة وبيلاقي وراه بارسفال وبيقول له انت دخلت هنا ازاي؟ بيلاقي الطفل اللي اختفى جنبه يقول له معقول دخلت معاه؟ بيقول له اوزوالد انا عندي معلومات انكم مخبيين مجرم هنا، هو فين؟ وبيقول له بارسفال مجرم اكيد في حاجه غلط. وبعدين بيجي نفس الطفلين وبيكونوا عاوزين يدوله حاجه ياكلها وبيحاول بارسفال يمشيهم لكن اوزوالد بيزقه ويقع على الارض. والطفلين بيبداوا يخافوا وبيستخدموا قوتهم وبيعمل انفجار في الغابه. بينتهي المشهد لباقي الفريق وبيسمعوا الانفجار ويقرروا ان هم يروحوا يشوفوا في ايه. بعدين بيرجع المشهد في الغابة تاني وبيكون بارسفال استخدم قوته وحمى نفسه والأطفال ويكون عاوز يقتله بس بتيجي نويل بتلحقه فجأة وبيهجم عليهم لكن ألين بيجي وبينقذ الموقف كله. بيقول هو أنا كل ما أجي أعيش في مكان بهدوء لازم يطلع لي حاجة تعرفني؟ بيقول له اوزوالد انت ايه اللي جابك هنا؟ هتموت انت كمان. ولما بيجي يستخدم قوته بيلاقي ان ألين وقفه. بعدين بيحاول يهجم على نويل لكن ألين بيوقفه برضه. بيقول له هو انت شايف الشعاع الازرق بتاعه؟ وبعدين بيقول له قلت لك مفيش فايده من اللي انت بتعمله. وبيتعصب جدا وألين بيبدا يستفزه وبيجي يهجم عليه بالسيف ولكن ألين بيفاجئه وبيختفي وبيظهر من وراه. وبيقول له عايز اسالك سؤال، ليه كنت عايز تقتل الطفلين؟ بيقول له كفايه كلام ملوش لازمه وبيهجم عليه تاني لكن ألين بيتفاداه ضربه وبيضربه ضربه واحده بسيفه وبيخلص عليه. بتقول نويل انا فرحانه قوي ان احنا انقذنا الاطفال دي لانهم لسه صغيرين عشان يفرقوا الصح من الغلط، ملهمش ذنب في حاجه حتى لو كانوا شياطين. بيكون اوزوالد مغمى عليه وبيقول كويس ان انريت مش هنا عشان لو كانت هنا كانت هتبقى غضبانه قوي. ولسه بيكمل كلامه بيلاقيها وراه بتقول له مالها انريت وبيرتبك شويه وبيقول لها حصل شويه ظروف معقده كده خلت كل ده يحصل. بعدين بتقول له انت عملت فوضى تاني، بيتاسف لها وبتقول له مفيش مشكله انا هبقى اصلح كل ده. وبتقول لهم انا عندي اخبار حلوه ليكم كلكم، الحواجز في الطريق اتشالت يعني ممكن ترجعوا المملكه في اي وقت. بعدين بنشوف هما بيودعوا نويل وبيقول لها بارسفال ممكن تقعدي هنا عادي من غير ما تبقي الحاكمه بتاعتنا. تقول له لسه في حاجات كتير لازم اعرفها قبل ما ابقى الحاكمه بتاعتكم. بيقول لها زي ايه؟ بتقول له زي اني اعرف اكتر عن عالم الشياطين والالف والبشر. بتقول له لو فضلت اسافر معاهم ممكن ابقى حاكمه كويسه. بيقول لها هنفضل نستناك وبتودع الكل وبتمشي.
اتمنى تكون الملخص عجبكم يا شباب، واعتذر ان احنا كنا وقفنا الفترة اللي فاتت، بس هنعوض ان شاء الله، وهننزل ان شاء الله 4 حلقات في الاسبوع. تابعونا وان شاء الله نستمر في التقدم بيكم ومعاكم، والسلام.